لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله كثرت علي شعائر الإسلام، يعني أمور الدين كثرت والأحكام نزلت، فدلني على أمر أتشبث به. نزلت أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وغيرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بذكر الله، تمسك بذكر الله. والثاني الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنه يريد وصية النبي له، قال أوصني، قال عليك بذكر الله ما دمت حيا حتى تموت، والله يقول واذكر ربك ايش واعبد ربك ايش حتى يأتيك اليقين. طيب أسألكم سؤال، ليش أوصى النبي هنا أنك تذكر الله لين تموت؟ ليش؟ لأنك أحوج ما تحتاج الذكر لحظة الموت. الذي يذكر الله كثيرا في الدنيا يسهل عليه أن يقول لا إله إلا الله عند لحظة موته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بقدر ما تكون مكثرا لذكر الله. ولذلك يروى أن سليمان عليه السلام مر ببعض ملكه وحشوده وجنوده فرآه الناس، فقال أحدهم ما أعظم ملك سليمان، ملك سليمان عظيم. فوقف سليمان ونزل قال أما إن ما عند الله أعظم مما عندي؟ قال أعلم، وما ذاك؟ قال ذكر الله أعظم مما أنا فيه. قال له ليش؟ قال لأن ملكي يزول وذكر الله لا يزول، بمعنى أجر الذكر الذي أنت قلته سيبقى لك يوم القيامة في صحيفتك. يا جماعة نستكثر من الطاعات، لأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم ايش؟ مغفرة وأجرا كبيرا. ذكر الله الكثير فيه مغفرة. ثم أقسم بالله أيضا ترى كثير من اللي مصابين بمرض الأرق والقلق والاكتئابات النفسية والأمراض لو جلس يذكر ربه، ليش حنا كل عبادة بعدها ذكر؟ مو بكل عبادة، حياتنا ذكر. إذا استيقظت من نومك تذكر الله، فيه ذكر. إذا جيت تلبس ثوبك فيه ذكر. إذا جيت تغسل وجهك فيه ذكر. إذا جيت تدخل أكرمكم الله والمسجد الخلاء الحمام فيه ذكر. إذا خرجت من الخلاء فيه ذكر. إذا جئت تأكل تذكر الله. إذا انتهيت من الطعام تذكر الله. إذا تحركت للمسجد ذكرت الله. إذا دخلت المسجد ذكرت الله. إذا خرجت ذكرت الله. إذا خطبت ذكرت الله. إذا هاجت الريح ذكرت الله. إذا نزل المطر ذكرت الله. كل حالاتك ذكر 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 ذكر. ليش؟ ليش الذكر؟ ولذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا، قال لا تلهكم أموالكم ايش ولا أولادكم عن ذكر الله، لأنها مشغلة. الحين بعد كل أركان الإسلام الخمسة، بعد كل انتهاء ركن فيه تذكير بذكر الله. التوحيد، قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال ايش؟ واستغفر لذنبك. وقال الله جل وعلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا انتهينا من الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر.